كيف يمكن نقبل أن الحجاز اللي فيها قبر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفيها مكة المكرمة تدنس بشزم الأجنبي؟ من يقبل؟ هل يقبل الحجازيون؟ هل يقبل النجديون؟ إذن عليهم أن يقولوا لحكامهم كفى إهانة، كافي مجاملات فارغة، كافي ضعف. في السابق يقولون بأنهم هم فقراء يأكلون الجربوع ويشربون حليب الإبل، ليس لديهم ما يستطيعون به أن يقاومون الغرب. الآن صارت عندهم الثروات على رؤوسهم أكثر من حاجتهم، ومع ذلك يقاسمون الغرب من غير استحقاق.